في أعماق الأزمنة الغابرة، قبل أن يخط الإنسان أول كلمة، وقبل أن يبني أول مدينة، وقبل أن يخط على الصخور أول رمز مقدس. كانت الجزائر مسرحاً واسعاً مفتوحاً على الوجود الإنساني منذ أزمنة بعيدة لا تقاس بالقرون ولا حتى بالآلاف من السنين، بل تقاس بمئات الآلاف من الأعوام التي لا يستطيع العقل البشري أن يتخيل طولها بسهولة. حينما نقف اليوم أمام جبال الأطلس، أو أمام الكثبان المترامية في الصحراء الكبرى، أو على شواطئ المتوسط، فإننا نرى صورة ثابتة. لكن إذا مددنا خيالنا إلى الوراء، سنكتشف أن هذه الأرض احتضنت قصة الإنسان منذ بداياته الأولى، منذ اللحظة التي بدأ فيها يحرك حجراً ليصنع منه أداة، أو يشعل شرارة نار ليحتمي من برد الليل. إن الجزائر ليست فقط وطناً له تاريخ مكتوب يعود إلى ممالك نوميدية وإلى الفينيقيين والرومان والعرب، بل هي أرض لها تاريخ غير مكتوب، محفور في الصخور، مدفون في الطبقات الجيولوجية، مرسوم على جدران الكهوف والهضاب. تاريخ يمتد إلى نصف مليون سنة مضت، وربما أكثر، حينما وجد الإنسان الأول في موقع تغنيف قرب معسكر. لقد كان ذلك الرجل البدائي الذي نسميه رجل تغنيف شاهداً على عصر لم يكن فيه أي شكل من أشكال الحضارة التي نعرفها اليوم، ولكنه كان بداية السلسلة التي ستقود لاحقاً إلى تشكل المجتمعات، إلى بناء المدن، وإلى ولادة الحضارات. حين نعود بخيالنا إلى حوالي 800 ألف سنة قبل الميلاد، ونضع أقدامنا في سهول الجزائر الوسطى قرب منطقة معسكر، سنجد أنفسنا في عالم مختلف تماماً عن العالم الذي نعرفه. لم تكن المدن موجودة، ولا الطرق، ولا حتى الحقول المزروعة. كانت الطبيعة هي السيدة المطلقة، وكانت الأرض ممتدة بلا حدود. الجبال كانت مكسوة بالأشجار الكثيفة، والأنهار تجري صافية، والسهول تنتشر فيها القطعان البرية. وسط هذا العالم البكر كان رجل تغنيف يعيش حياة صعبة لكنها أساسية لتاريخ البشر. كان يستيقظ مع شروق الشمس، لا يعرف الساعات ولا الأيام، بل يقيس الزمن بطلوع النهار وغروب الليل. أول ما يشغل تفكيره هو الجوع. كان الجوع بالنسبة إليه دافعاً أساسياً للحركة، هو ما يجعله ينهض من مكانه ويبدأ رحلة البحث عن الطعام. لم تكن هناك أسواق ولا مخازن، بل كان عليه أن يعتمد على حواسه، على عينيه القادرتين على تتبع آثار الحيوانات، وعلى أذنيه اللتين تلتقطان أبسط الأصوات القادمة من الأدغال. كان رجل تغنيف يعيش بين 800 ألف و400 ألف سنة قبل الميلاد، في بيئة مختلفة تماماً عن التي نعرفها الآن. لم يكن يعرف الزراعة ولا الرعي، بل كان يقتات على الصيد وجمع الثمار. كان يطارد الحيوانات البرية مستخدماً أدوات حجرية بسيطة صنعها بيديه من الصوان والحجارة الصلبة. ومع أن تلك الأدوات تبدو لنا اليوم بدائية، إلا أنها كانت إنجازاً هائلاً بالنسبة لإنسان ذلك الزمن، لأنها كانت الفارق بين الحياة والموت. كانت قطعة حجر حادة قد تعني لحظة انتصار على حيوان ضخم، وقد تعني أيضاً إنقاذ عائلة كاملة من الجوع. لقد كان يومه ممتداً بين السعي والراحة، فإذا نجح في الصيد اجتمعت الجماعة حول الطريدة، أكلوا حتى الشبع، وغنوا أصواتاً بدائية ربما تشبه الغناء. وإذا فشل اضطروا إلى الاكتفاء بالثمار والجذور، ومع ذلك واصلوا الصمود. هذا التوازن بين النجاح والفشل، بين الخوف والأمل، هو ما جعلهم يواصلون رحلتهم الطويلة. وفي نهاية الليل، حين تخبو النار ويعم الصمت، كان رجل تغنيف يحدق في السماء المرصعة بالنجوم. لم يكن يعرف شيئاً عن الفلك، لكنه كان يشعر بدهشة غامرة أمام هذا المشهد. ربما بدأ في تلك اللحظة يطرح أولى أسئلة الوجود: ما هذه الأضواء في السماء؟ ولماذا نعيش ونموت؟ هذه الأسئلة التي سترافق الإنسان عبر آلاف السنين. ربما ولدت أولى بذرها هناك في ليالي الجزائر القديمة، حين كان الإنسان الأول يرفع رأسه نحو السماء متسائلاً. وهكذا عبر آلاف السنين ترك لنا رجل تغنيف إرثاً عظيماً، ليس بالكلمات ولا بالكتب، بل بالعظام التي اكتشفها العلماء، وبالأدوات الحجرية التي ما زالت شاهدة على وجوده. إنه لم يترك لنا اسماً ولا قصة شخصية، لكنه ترك لنا بداية حقيقية لمسيرة الإنسان في هذه الأرض. وبينما كان رجل تغنيف يخطو خطواته الأولى في شمال أفريقيا، بدأت الأرض تشكل ملامحها، تتغير تضاريسها بفعل الرياح والأمطار والتغيرات المناخية. كانت الجزائر آنذاك غنية بالأنهار والسهول، ولم تكن الصحراء كما نعرفها اليوم. لقد مرت الصحراء الكبرى بفترات مناخية رطبة جعلتها أشبه بجنة خضراء تزخر بالمروج وبقطعان الحيوانات البرية.
في تلك المرحلة لم تكن الجزائر مجرد فضاء فارغ، بل كانت ساحة طبيعية عظيمة يتصارع فيها الإنسان مع الحيوان ويتكيف فيها مع قسوة الطبيعة. ثم بعد عشرات الآلاف من السنين ظهرت حضارة جديدة في الجزائر ستعرف لاحقا بالحضارة الأتيرية، التي امتدت من 50,000 إلى 20,000 سنة قبل الميلاد. في منطقة بئر العاتر بتبسة بدأت ملامح هذا الإنسان العاتر تبرز بوضوح. لقد طور أدوات حجرية أكثر تعقيدا من تلك التي عرفها رجل تغنيف، وابتكر رؤوس سهام حادة ودقيقة الصنع. هذا التطور لم يكن تفصيلا صغيرا، بل كان ثورة حقيقية في تاريخ ما قبل التاريخ، لأنه مكن الإنسان من الصيد بشكل أكثر فعالية وجعله قادرا على مواجهة الحيوانات السريعة والضخمة. كان الإنسان الأتيري يعيش حياة قائمة على الصيد والترحال، يلاحق القطعان حيثما ارتحلت، يبني ملاجئ مؤقتة من الأغصان أو الكهوف، ويعيش في جماعات صغيرة متعاونة. لم تكن حياته سهلة، بل كانت مليئة بالمخاطر، لكنه مع ذلك ترك بصمته واضحة في أدواته. تلك الأدوات التي نجدها اليوم مدفونة في الرمال والحجارة، شاهدة على عبقرية مبكرة. ومع مرور الزمن ظهر جيل جديد من البشر في الجزائر، هم أبناء الحضارة القفصية التي ازدهرت في العصر الحجري المتأخر، وخاصة في جنوب الجزائر وشمال تونس. هؤلاء لم يكتفوا بالصيد والترحال، بل بدأوا يميلون إلى الاستقرار. عرفوا كيف يجمعون البذور، كيف يخزنون الطعام، وكيف يصنعون أواني فخارية بدائية تستخدم في الطهي والحفظ. لقد كانت هذه خطوة عظيمة، لأنها مهدت لولادة الزراعة لاحقا، وغيرت طبيعة العلاقة بين الإنسان والأرض. ولم يكن القفصيون مجرد صانعي أدوات، بل كانوا أيضا أصحاب حس فني وروحي. ففي هضبة الطاسيلي ناجر ترك الإنسان القديم أعظم تراث فني من فترة ما قبل التاريخ: الرسوم الصخرية. تلك الجداريات التي تعود إلى حوالي 5,000 سنة قبل الميلاد تظهر مشاهد مذهلة لحياة الإنسان، صور لقطعان الماشية التي كان يرعاها، مشاهد لصيد الغزلان والفيلا، صور لنساء يرقصن في طقوس جماعية، ورسوم لرجال يحملون أقنعة غريبة ربما كانت مرتبطة بطقوس دينية أو شعائر سحرية. هذه الرسوم لم تكن مجرد فن للتسلية، بل كانت انعكاسا لحياة روحية عميقة ولوعي متطور بالكون والوجود. والمدهش أن هذه الرسوم تكشف لنا أن الصحراء الكبرى لم تكن في ذلك الزمن صحراء كما هي الآن، بل كانت أرضا خضراء عامرة بالماء والحيوانات. لقد عاش الإنسان في بيئة مزدهرة سمحت له بأن يكون راعيا وفنانا في الوقت نفسه، وأن يترك لنا هذا الأثر الذي يدهشنا حتى اليوم. إن قصة الجزائر ما قبل التاريخ هي قصة تحول دائم، قصة إنسان يتكيف مع الطبيعة المتقلبة. حين كان المناخ مطيرا عاش الإنسان في واحة خضراء، وحين جاء الجفاف تعلم كيف يهاجر ويستقر في أماكن جديدة، وحين تغيرت أشكال الحيوانات والنباتات غير هو أيضا أدواته وأساليبه. هذه القدرة على التكيف هي ما جعل الإنسان الجزائري القديم يستمر عبر آلاف السنين ويترك أثرا خالدا. وإذا تأملنا هذه المسيرة الطويلة ندرك أن الجزائر لم تكن مجرد أرض عابرة في تاريخ البشرية، بل كانت أحد المراكز الكبرى التي شهدت ميلاد الإنسان وتطوره. من رجل تغنيف الذي عاش قبل مئات آلاف السنين، إلى الإنسان الأتيري الذي ابتكر أدوات متطورة، إلى القفصيين الذين مهدوا للاستقرار، وصولا إلى فناني الطاسيلي الذين أبدعوا أعظم اللوحات، نجد أن الجزائر ما قبل التاريخ هي سجل مفتوح يظهر لنا كيف تشكل الإنسان وكيف خطى خطواته الأولى نحو الحضارة. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب